السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ وحشتني كتير. طبعا ما عملتش فيديوهات بقالي كتير. قلت بقى اعمل لكم النهارده فيديو جامد جدا، صينيه الروسي اللي هو السمك المكريل بالخضار. تنفع وصفه لاصحاب الدايت، وكمان صحيه ومفيده جدا للاطفال، وحاجه كده تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال والحلاوه؟ اوعوا تقولي ان الخضار مش هيستوي تحت السمك. شايفين الخضار مهري قدامكم ازاي؟ الجزر والكوسة والفاصوليا والبطاطس كل حاجة استوت وبقت زي الفل. بس قبل ما ندخل في وصفتنا النهاردة، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وليك وشير للفيديو يا حبايب قلبي، وما تنسوش تفعلوا زر الاشعارات علشان لما اعمل وصفة جديدة يوصلكوا اشعار من قناتي. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا مستنية تدعموني باللايك والتعليق الجميل بتاعكم. هنسمي الله وندخل في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا 3 سمكات ماكريل كده زي ما انتم شايفين، طبعا نضفتهم كويس قوي وشلت البطن. معايا 3 قلت لكم. ومعايا بقى الخضار بطاطس وفلفل الوان احمر واخضر، ومعايا بصل حلقات برضك، وكوسة وجزر وفاصوليا وبطاطس و... وتوم. طبعا بقول لكم بوريكم، وطماطم. بوريكم السمك بتاع الكوسة والجزر والبطاطس يبقى صغير خالص، ومعايا التوابل والزيت والملح بتاعي. في طاجن البايركس بقى بتاعي هنزل بالخضار بتاعي كده. شايفين شكل الخضار عامل ازاي؟ حاجة كده تفتح النفس. بقول لكم ان السمك واحد، يعني الجزر والبطاطس والكوسة عاملاهم سمك واحد ومش تخين قوي، لان زي ما انتوا عارفين ان السمك بيستوي بسرعة، فقللت السمك بتاعهم. وكمان حتى شبت وبقدونس لان السمك طبعا بيحب الخضرة. معايا بقى التوابل بتاعتي بهارات سمك، ومعايا كمون وكزبرة والملح بتاعي. بعد ما تبلت الخضار بتاعي قسمته على طبقين كده زي ما انتم شايفين. هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. باخد كل سمكة ماكريل كده وباخد من النص التاني من الخضار واحشي بطنها كده زي ما انتم شايفين. طبعا مش محتاج ان مش م- السمك الماكريل مش محتاج ان انا اتبله، لان انا متبله الخضار كويس قوي. فبالتالي هياخد من طعم الخضار. هرش رشه توابل بس في الاخر بعد ما اخلص. بجيب بقى الخضار كده وبحشي بطنه كده زي ما انتم شايفين. والله العظيم وصفه في منتهى الجمال، تحفه. وكمان تنفع لاصحاب الدايت، وكمان خفيفه وما بتزودش، وحاجه كده تحفه. احسن بقى ما تقلي وتحط في طماطم وتشوي. لا، الوصفة دي تحفة تحفة تحفة. بنزل بقى بقية الخضار اللي باقي معايا كده زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا دخلوا الخضار في اي اكلة علشان الاطفال يستفادوا من الخضار. وحاولوا تسووا الخضار قوي علشان الاطفال ما يقرفوش منه. طبعا رشيت رشة توابل سمك كده زي ما انتم شايفين على الوش، ورشة ملح، وبرش كمان يعني حوالي نقطتين زيت 3. ما تقولوش انا رشيت كتير، لان الازازة انا عاملاها بالسكينة خرم صغير خالص عشان ما تنزلش كتير. بعد ما رشيت الزيت كده زي ما انتم شايفين، معايا نص كوباية مية. ده علشان تضمني سوى الخضار. لو مش عايزة تحطيها طبعا ما تحطهاش. بغطي بقى بالورق الفويل كده زي ما انتم شايفين، وبكون بسخنة الفرن على درجة حرارة 180. طبعا انا زودت كوبايه الميه لان عامله مع الصينيه ديت رز ابيض، فبالتالي عايزه ايه؟ صوص كده يتغمس بيه مع الرز. طبعا شايفين الصينية بعد ما طلعت من الفرن؟ حاجة كده اقسم بالله وهم، وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى تجربوها، واتمنى ان انتوا تدخلوا الخضار، لان احنا طبعا دخلنا في فصل الشتاء. كل سنة وانتوا طيبين. طبعا الخضار بيبقى تحفة. شايفين الخضار مهري ازاي قدامكم؟ شايفين؟ وريتكم الجزر مهري والكوسه مهريه، يعني مستويه السوى اللي انت عايزاه. طبعا حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تدخلوا الخضار في وصفاتكم الجايه، لان طبعا الخضار في الشتاء بيبقى يعني طازه وبيبقى حلو. والخضار بتاعه يعني في الشتاء بتبقى كل حاجه خضره بتبقى حلوه. حاولوا تستفيدوا من الخضره في الشتاء بالذات علشان اطفالكم. واتمنى ما كنتش تقلت عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.